مش كل عربيه حلوه بتتباع، ومش كل عربيه مثلا بتبقى وحشه او فيها مثلا ما فيهاش مميزات كتير قوي للدرجه ما بتتباعش. القانون ده يعتبر مش موجود في السوق المصري. ليه بقى؟ عشان احنا النهارده معانا واحده من العربيات المظلومه في السوق المصري، وهي عربيه MG HS. تعالوا نتعرف على العربيه ونعرف برضه هي ليه مظلومه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ قبل ما نبدا اي حاجه حابين نفكركم ان قبل كده احنا قلنا ان MG HS نزل لها جيل تاني بره. يعني اول جيل للعربيه دي كان 2018، ده الجيل الثاني ليها، ده الفيس ليفت بتاع الجيل الاولاني، بس اخر فيس ليفت ليها، لان في جيل تاني خلاص نزل بره. فاحنا هنا بنتكلم ان العربيه متاخره او نزولها عندنا متاخر، يعتبر جيل عن بره الجيل الثاني، هنا الجيل الاولاني. فتعالوا برضو نتعرف في وسط الفيديو عن مواصفات العربيه كلها، ونتكلم برضو هي ليه مظلومه. اول حاجه العربيه دي مظلومه زي ما قلنا لان ده الجيل الاول ليها، يعتبر اللي اتقدم عندنا في مصر، مع ان ده الجيل الثاني بره. فاحنا كده في جيل كامل يعتبر لسه ما نزلناش او ما بداش ينزل عندنا. تاني حاجه ان الفيس ليفت ده نازل بنفس الموتور اللي نازل فيه الموديل كله، يعني مفيش تحديث في الفيس ليفت. فهنا برضو المستهلك شايف ان العربيه هي الموتور اللي بيجي في العربيه دلوقتي هو ال 1500 سي سي تربو، 170 حصان، 250 نيوتن، مع الفتيس الدول كلاتش السبع سرعات. نقطه برضو تانية هي نقطه التسعير. احنا ممكن نكون شايفين ان العربيه هي اللي ظالمه نفسها بالتسعير. ليه؟ العربيه بتنزل بفئه واحده بس بسعر 1,570,000. فالعربيه هنا رغم ان هي اساسا امكانياتها حلوه ومميزاتها حلوه، لكن برضو التوكيل يعتبر ظلمها، اللي هو لما نزلها باسعار يعتبر برضو غاليه. يعني العربيه قريبه من MG RX5 بلس، بس MG RX5 بلس تمام سعرها 1,300,000 وشويه، افخم من MG ZS بحاجه بسيطه، بس MG ZS 1,100,000 اعلى فئه ليها. فهي هنا مظلومه ان التسعير بتاعها نزل اصلا غالي، وفي نفس الوقت العربيه دي في وسط الهوجه بتاعت التخفيضات ما قلتش. هنا موتور العربية فيه مساعدين، ودي حاجة جميلة طبعا مع العازل. المحرك هنا بيكون 1500 سي سي تربو، 169 حصان، 250 نيوتن، مع فتيس دول كلاتش 7 سرعات، تبريد جاف. للأسف يا جماعة مفيش تصفيح هنا، بس هنا موجود البطانة وموجود كمان حوالي المساعدين، اللي قليل جدا لما نلاقيها في عربية صيني. عربية صيني في مساعدين قليل جدا لما نلاقي الحركة دي. لكن طبعا هي نفس الموتور ونفس الفتيس اللي موجود في النسخة القديمة، فمش عارف ليه بصراحة بخلوا إن هم يحطوا لنا حتى فتيس مبلل مش فتيس جاف. التصميم هنا متغير عن الموديل السابق. هنا الشبكة هتلاقوها شكلها حلو جدا، جواها تمويجات كده شكلها جميل، جواها تفريغات كمان عشان التهوية مع علامة MG الكبيرة. وهنا بقى دي يا جماعة مش كاميرا، دي مجرد منظر بس كده، فيها كاميرا واحدة بس. العربية فيها كاميرا خلفية مع الديفيوزر هنا المفتوح برضو شكله شيك، والكيت هنا اللي موجود كمان. هنا برضو الفوانيس، كل فانوس فيه 4 وحدات مع الإضاءة النهارية، وكلمة سايك هنا المصنع بتاع MG. شوف برضو شكل الفوانيس الجميل مع الإضاءات النهارية مع برضو الإشارات الجانبية العمودية. لا تصميم رياضي حلو بصراحة. الكابوت هنا رياضي جدا برضو، عليه كذا خط زي ما شايفين، في خطين في كل جنب وفي كمان خطين في الوسط بشكل شيك جدا رياضي. وش العربية مع الخطوط بصراحة بتاعت الكابوت مميزة جدا. اتفرجوا هنا على الجنب اللي ما اتغيرش عن البري فيس ليفت حاجة. الطول بتاع العربية هنا بيجي 4 متر و57 سم، مع طول قاعدة عجلات 2 متر و72 سم. لكن مفيش خطوط هنا يا جماعة، هو خالص في بس تنفيخة هنا من ورا في الظهر شكلها جميل جدا. التنفيخة دي برضو كانت موجودة في الموديل اللي قبل كده، لكن مفيش خطوط. موجود كروم على العتب مع أقواس الكاوتش برضو مكملة لحد ورا، مع هنا بيانو بلاك بين البابين، مع كمان هنا كروم حوالين الإزاز دايما مهدور جاي من ورا المراية ومكمل مطول الإزاز كله زي برضو معظم عربيات MG. موجود هنا ورا الازاز كله فيه شراع شكلها شيك، لكن مفيش ازاز خلفي فاميه ولا حاجه يا جماعه. هي عاده MG بقى مش هتشتريها خلاص يا جماعه. محدش يقول لي MG عندكم ازاز خلفي فاميه ولا لا، محدش بقى يوجع دماغهم. هنا ظهر العربيه الفوانيس الشيك ال LED، 3/4 الفانوس بيكون على الرفرف وربع الباقي بيكون على باب الشنطه مع كلمه MG وكاميرا خلفيه. نتفرج برده هنا على شكل الفوانيس من ورا، وبرده السبويلر هنا جواه نور الفرامل. تجهيزات بره العربيه هنا بتبدا بمرايات ضم واغلاق فيها اشارات جانبيه، لكن مفيش هنا يا جماعه كاميرا ولا حاجه، بس في نقطة عمياء. هنا برضو المقابض بتاعت الأبواب بتكون من النيكل، وفي بصمة في أكل الأبواب، باب السائق وباب برضو الراكب اللي قدام. وهتلاقي كمان في جنود بنقش رياضية شيك جدا مقاسها 18 بوصة. الجنود بصراحة شكلها شيك. لما تكمل هنا في التجهيزات ورا هتلاقي في مع الكاميرا الخلفية هتلاقي في حساسات ركن خلفية، وهتلاقي كمان موجود في فتحات شكمان حقيقية. هنا مفتاح العربية سيمبل جدا، فتح وقفل، وفتح باب الشنطة، شنطة كهرباء. مساحة الشنطة هنا من جوه بصراحة يا جماعة صغيرة، 463 لتر، لكن تقدر تتني الكنبة عشان توسع المساحة دي. هنا هنلاقي رف، لكن هو شكله شيك لكن ضعيف وما تحطش عليه حاجة. موجود هنا وحدة إضاءة مع كمان مساحات تخزين، بس مساحة التخزين بس ناحية اليمين، هنا ناحية الشمال مفيش مساحات تخزين ولا حاجة. في هنا كمان رف هو تقدر تشيله.
هنا كمان رف تاني اهو تحتيه الجنط المؤقت او الستبن اللي بيكون اقصى سرعه عليه 80 كيلو متر. عامه الشنطه مساحتها صغيره، لكن هنا مفيش شيف في التحميل، فاللي يطلع يعني حمل براحتك يا معلم بقى العربيه من غير ما تضايقك شيف في التحميل ولا حاجه. موجود هنا على سقف العربيه في كروف راكس، في كمان فتحه سقف بانوراما هنشوفها اكتر لما نخش جوه العربيه. هنا زاويه الباب واسعه لكن مش 90، بس زاويته برده حلوه، الدخول والخروج من العربيه حلو. موجود هنا عازل حلو رابر مطوق الباب كله داير ما يدور، بنكمل هنا زي ما انتم شايفين برده لحد تحت حوالين الباب كله عزل حلو بصراحه. نكمل لحد العتب. اما الماتيريال بتاع الباب فاهو الماتيريال كله يعتبر معظمه جلد. هنا في رابر اهو حلو جدا مع برده جلد مع خياطات حوالين بقى الجلد اللي باللون الاحمر، شكلها شيك جدا، خياطات جوه الجلد شكلها جميل. هنا بلاستيك برده مع السماعات واماكن تخزين صغيره. اما المساحات هنا كبيره بصراحه يا جماعه. شوفوا كرسي السواق هنا طالع قدام اهو، وشايفين هنا اهو كفين. مساحات الرجلين حلوه. اما مساحه الراس برده هنا جميله اهو، قبضه وشويه. وكمان لو قعدت في النص في مساحات حلوه. وكمان فتحه السقف بقى بتخلي اللي قاعد في النص يقعد براحته. حتى كمان مفيش هنا نفق فتيس خالص. في فتحات تكييف وفي كمان فتحات يو اس بي. اتفرج برده هنا على فرش جلد في الكنتاره وخياطات وتطريزات. هنا مسند يد جواه 2 كاب هولدرز، وكمان جواه مساحه تخزين. مستغلين المنطقه دي حلوه جدا، والتنسيق بتاع الكاب هولدرز مع مساحه التخزين شكله حلو. اتفرج من ورا هنا على تابلو السائق، فتحات تكييف من قدام اهي بتاعت مرسيدس، مع كمان الشاشه وشاشه السواق والطاره المالتي. هنتفرج برضه على ده كله لما يطلع قدام دلوقتي ان شاء الله. هنا كلمه ام جي موجوده على العتب هنا بتاع الباب. هنا الماتيريال برضه مكمل معانا نفس الماتيريال اللي موجود في الابواب ورا، مع مساحات تخزين اكبر. هنا دي النقطه العمياء، فتحات التكييف هنا وهنا اهي. ماتيريال حلو جدا فوق التابلو. الماتيريال مكمل معانا مع برضه الخياطات. ادي برضو الشكل او اللون الاحمر الجميل تحت الشاشه. هنا موجود زرار ستارت وستوب مع فتحات التكييف هنا اللي تحت الشاشه. هنا برضو كمان تحت فتحات التكييف في شورت كاتس بس زراير. بصراحه انا بحب الزراير يا جماعه اكتر من التاتش بصراحه. مع كمان هنا كفر لطيف جدا تحته مخارج يو اس بي مع ولاعه. الحته دي تشبيهات الومنيوم مع عصايه الفتيس حته جلد كده. مع كمان هنا انتظار، وبعدين انظمه القياده. العربيه فيها 5 انظمه قياده هنتعرف عليها دلوقتي. فرامل يد كهرباء مع الاوتو هولد، مع هنا مساعد نزول المنحدرات او الهيد سنت، مع كاب هولدرز مع مساحه تخزين تقدر تحط فيها المفتاح. مثلا يد جلد قابل للاطاله ومساحه تخزين صغيره يعتبر بس جواه تبريد. هنا برضه تقدر تقفل على الكاب هولدرز بشكل شيك جدا مع مساحه تخزين، تقفل عليهم بشكل جميل جدا كده. هنا هنشغل الشاشه الوسطيه 10 بوصه ابل كاربلي واندرويد اوتو طبعا. الريزولوشن بتاعها يعتبر مش قوي بصراحه، لكن الاستجابه بتاعتها حلوه. هتحكم منها في التكييف اللي بيجي دول زول مع العربيه، وكمان تحكم فيها منها في الاضاءات، وكمان النقطه العمياء بيبقى فيها كمان الامبيانت لايت اهو زي ما شايفين، او الاضواء المحيطيه اللي موجوده هنا فوق الدرج بتاع العربيه. يا رب بس تكون باينه عشان خاطر الشمس. بيتغير برضو الوانها. مش حلوه بس يعتبر الريزولوشن ضعيف يعتبر شويه. هنا الطاره السيريز بوكس حلوه بصراحه، الرمز بتاعها حلو جدا. تلسكوبيه كمان تقدر تطلعها فوق تنزلها تحت وبرضو قدام وورا. المسا حلو. موجود كمان فيها هنا زرار مود القياده السوبر سبورت. العربيه بيجي فيها 5 انظمه قياده: ايكو، نورمال، كوستوم، سوبر سبورت وسبورت. بس طبعا السوبر سبورت ده بيبان مع تجربه القياده اكتر. هنا برضو التحكم في الصوتيات، وكمان التحكم في شاشه السواق. موجود كمان شيفت بادل ورا الطاره. هنا شاشه السواق شيك بيبان فيها انظمه القياده بتتغير. كل ما تغير نظام قياده تلاقي السيم نفسه اتغير اللي في الشاشه. لكن يا جماعه كان في يعني يعتبر شكوى بالنسبه للموديل البري فيس ليفت من ناحيه استهلاك البنزين. فهل العربيه دي حلوا فيها حاجه زي كده؟ هنعرف برضو مع تجارب القياده. الكراسي هنا رياضيه جدا مع برضو تطعيمات بالكنتاره. هنا فتحه السقف الطويله مع الكفر. شماسات، كل شماسه فيها وحده اضاءه او فوقيها وحده اضاءه LED، مع كمان هنا الاضاءات اللي في قصوره السواق. هنا كمان موجود فيه نظاره. مرايه الصالون تعتيم الكتروني. وهنا كمان تقدر تتحكم في قفل وفتح المرايه كهرباء من جوه العربيه، مع دوج صغير هنا جوه مساحه تخزين، مع كمان هنا التحكم في مستوى الاضاءه. وسائل الامان في العربيه بيجي فيها 6 ايرباج وABS وABD وASB، مع كمان الكاميرا الخلفيه وحساسات الركن الخلفيه، وكمان مساعده النقطه العمياء وفرامل يد كهرباء واوتو هولد ومساعده نزول المنحدرات. في النهايه برضو مستنيين وجهه نظر حضراتكم. سيبوها لنا في الكومنتات، هل العربيه من وجهه نظرك مظلومه ولا العربيه كده يعتبر هي ما باعتش عشان خاطر فعلا اللي احنا قلناه في الفيديو من سلبياتها. العربيه موجوده دلوقتي في معرض سعفان اوتو. هنسيب لكم ارقام المبيعات بتاعتهم في صندوق الوصف.
بس كده يا صاحبي، لايك وشير وسبسكرايب، ونتقابل ان شاء الله مع فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.